انتوا الثلاثه كده طالعين من ورا اهاليكم. طالعين من ورا بالظبط كده طلعنا. انتوا عندكم كام سنه؟ انا طلع عندي 14 سنه 19 سنه 18 سنه. ليه طلعتوا من ورا اهاليكم؟ العيشه في مصر مش سامحه ان الواحد يعرف يعمل فيها عيش مستقبل. كده، انت لسه صغير يعني لسه ما تعرفش حاجه عن العيش. الظروف زي الخرا معنى الكلمه. غير الظروف الناس بقى، انت بتيجي بقى كل واحد صاحبك جاي هنا يصور لك صورتين، ما بيحكيلكش عن الواقع اللي جوه. هم الناس بيشوفوك الصوره الحلوه الطقميه الحلوه، ما بيشوفوكش انت نايم ازاي ولا قاعد ازاي ولا بتاكل ازاي ولا بتشرب ازاي ولا شغال ولا مش شغال. هم فاكرينك ان انت جاي هنا تيجي تلاقي الفلوس على الارض تحول اهلك في البلد يعيشوا عيشه رايقه. هم ما بيشوفوش حاجه من الكلام ده، هم شايفين صورتك ورا الدوم ده انت كده عايش رايق. ما بيشوفوكش بقى ولا انت رايح الشغل الساعه 6 الصبح تاكل ما بتاكلش بتشرب عيان مش جنبك حد. مفيش حد هنا بيشيل هم حد، كل واحد بنفسه هنا. كفايه مشوار البحر ده لوحده اللي احنا طالعين من ورا اهالينا وقاعدين كلنا بالظبط قعدنا 9 شهور في ليبيا. انتوا ازاي طلعتوا من ورا اهاليكم وجبتوا فلوس اصلا اللي سافرتوا بيها ازاي دي؟ انا واحد من الناس ما عرفتش ابيع ولا وانا ماشي، بعت له رساله وقفلت التليفون وانا طالع في المركب وانا في قلب المركب. ماشي، جبت الفلوس منين اللي دفعتها للمهرج عشان تسافر؟ بعد الموضوع. يعني طلعت وقلت بقى ايه زي ما تيجي وبعد كده بعتوا لاهاليكم احنا عايزين فلوس بس احنا مسافرين. 350,000. ابوك بقى اتصرف لك في 350,000 كده عشان يسافر. غير كده يعني ما يعني اللي انا شفته في البحر ما كنتش عايز اسافر والله. 350,000 جنيه دولت يعني قول في حدود 7,000 يورو. صح. عملتوهم دلوقتي ولا لسه ما عملتش حاجه خالص؟ ابدا انا لسه تحت السن لسه ما عملتش ولا جنيه. الناس فاكره ان انت اقسم بالله بتيجي هنا بتلاقي الفلوس على الارض. هم بتيجي بتخش الشغل. الناس مش فاكره. ندمانين وطلعتوا من ورا اهاليكم؟ انا واحد من الناس طالع من ورا ابويا وانا بقول له يابا والله العظيم لو رجعت بالزمن ما كنت طلعت.